كشفه جمال حمدان ما بين رؤيته لفضاء مصر وما بين ما يطرحه من رذائل للمصريين على مر العصور، هو نفسه يطرحه. هو الذي يجعل جمال حمدان في سنة 84 يكتب ويقول: لا جديد تحت شمس مصر، فمصر سنة 1984 ميلادية هي سياسيا كمصر سنة 1984 قبل الميلاد، واحنا النهارده في 2010. الفرعونية المحدثة لا تختلف جوهريا عن الفرعونية العتيقة. يرى أن الحل الوحيد، وهو يقول أن مشكلة المشاكل وقضية القضايا أنه لا السكان ولا الفقر ولا إسرائيل وهي المشاكل الأم في كيان مصر، وإنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا هي ما يسميه بتعبيراته العبقرية الدكتاتورية الديمقراطية التي تجعل مصر لا تتغير وتتطرف دائما في الاعتدال. ويرى أنه في جملة بسيطة يمكن حل مشاكل مصر كلها: فتش عن الديمقراطية أو غيابها. يقول: إلى أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية في مصر وبدايتها هي الحكم المدني، لن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوبة على أمرها المسحوقة المنسحقة، ولن تتخلص وتتطهر من سلبياتها ومثالبها المكتسبة أو الموروثة. جمال حمدان يطرح المشكلة ويطرح الحل، لكن هل نقرأ؟ وإن قرأنا هل نستجيب؟ رحم الله جمال حمدان. تعالوا نشوف عندنا إيه النهاردة في عصير